سلام الله عليكم الحباب. القصة ديالنا كتبدا في بريطانيا مع واحد الشاب سميتو إيريك عنده 19 عام. خونا إيريك كبتها، وهنا كنشوفو داخل العكاشة مع الحراس. من بعد ما قلبوه ولبس حوايج الحبس غيديوه للسيلون ديالو وغيطرقوا عليه الباب، وغيبقى كيفكر في حياته كي رجعات. موراها غياخدو واحد الشيته ديال السنان وغيحرقها ويلصق فيها واحد الزيزوار ويخزنها في البوله باش الا وقع شي بلان يكون موجد المضى، وغيصايب بلاصتو غيبقى كيضرب التراكسيون. الغد ليه في الصباح غيشوف واحد اللوين قبالته وطلب منه بريكه. اللوين قال له عندي غير بريكه وحده وما بغاش يعطيها ليه. موراه خدا التبصيل ديالو وتحرك للمطعم باش يفطر، ولكن الحباس اللي كيوجد القص غيبقى كيتنمر عليه، وغيلقى إيريك على سبه وكبتها معاه، وقال ليه الرقم ديال البيت اللي فيه، وزاد قال له الا سميتك راجل مرحبا. وغيحضروا الحراس وغيفرتكوا الدعوه وغيديو إيريك للسيلون ديالو. وملي عرقها مزيان غيقصد الساحه وغيوقف بعيد على الحباسه حيت هو مازال جديد تماك، وغيشوف الحباس اللي طايف معاه في الصباح وغيكون كيبيع في النعناع والسكر كلاصي، وغيعرف باللي دخل الحبس اللي فيه باه وغيجي لعندو وغينصحو باش يبعد على المشاكل حيت هذا الحبس ماشي بحال الحبس ديال القصيرين. وفاش رجع للسيلون ديالو غيجي عنده العشير اللي طلب ليه البريكه في الصباح حيت عارفو مازال جديد، ولكن خونا ما عطلوش مع ناض ليه مع دخليه حتى غيبو. ولكن غيشوف في يديه البريكه وعرف باللي ما كانش باغي اديه، وغياخدو فوق ظهرو وغيديه باش يعتقو. ولكن الحراس يسحب ليهم باللي دابزو بيناتهم، وهنا إيريك غيكريط للسيلون ديالو وغيكب عليه الزيت باش يصعب يشدوه الحراس، وغيفرش الطبله وخدا منها واحد جوج خشبات وقال ليهم تفضلوا، وغيدخلوا عليه بغاو يحكموه. بقى كيزلق ليهم قوه الزيت اللي فيه وبدا عليهم هادي تنفع وهادي تضر. موراها غيشد واحد منهم كراهينه، وفاش الرئيس ديال الحراس بغا يتفاوض معاه قال له حضر لي طياره وباكيه ديال مالبورو وواحد البسطيله، وبقى كيفرنس وقال لهم باللي ما ضربوش بالعاني وغير كيضحك. ولكن في الاخر طلع ليه كلشي في الراس وغيستسلم ليهم وغيشدوه الحراس وغيديوه باش يعاقبوه. ولكن هو غيدخل ليهم لواحد البيت اللي فيه طبيب نفساني سميتو جون. خونا جون غيطلب منهم يطلقوه حيت مازال صغير وغيديوه للسيلون ديالو، وقال للحراس باش يفكوا ليه يديه، وغيعيط للمديره ديال السجن وقال ليها باللي هاد الحباس مريض نفسي وخاصو يتعالج. سام رئيس الحراس قال ليها باللي هجم على الحراس ديالو باللي خاصو يتعاقب، ومشاو داروا اجتماع باش يشوفوا الحل. وقال ليها جون باللي عنده صدمه نفسيه وخاصو يحضر الجلسات النفسيه ديالو باش يتعالج. ولكن الرئيسه بغات تشوفو قبل ما تقرر وقالت ليه باش يدير عقله وينضبط الا بغى يخرج من هنا بسرعه. ولكن إيريك اللي في راسو قال ليه الا السجناء كاملين داروا عقلهم فعلاش غنحتاجوا هاد الحراس يحضيونا. وهنا الرئيسه قررت باش ترفض الطلب ديال جون، ولكن خونا قدر يقنعها وقال ليها الا دار شي مشكل غيكون هو المسؤول عليه. وفي هاد اللحظه كنشوفوا بين باين إيريك مع حباس اخر سميتو باولو، هو اقدم ساجن في الحبس وهو اللي حاكم لازون. وقال له باولو باللي إيريك فيه المشاكل وخاصو يهضر معاه قبل ما يجبد عليهم النحل، وهما كيبيعوا النعناع والسكر كلاصي. بين مشى عند ولدو قال ليه بلي الحراس هنا يقدروا يقتلوه ويتهموه باللي هو اللي انتحر بوحدو، ونصحو باش يدير جلسات مع جون ولا هو اللي غيصفيها ليه. الغد ليه إيريك غيقصد الزنزانه ديال خونا اللي طيف معاه في المطعم، رول ليه البيت ديالو وخدا ليه جوج بريكات ومشى، ودخل عند اللوين اللي ضربه في الصباح وعطاه بريكه وطلب منه السماحه. خونا مورا ما لقى بيتو مرون وعرفوا باللي إيريك هو اللي مور هاد البلان، مشى يحرش عليه واحد الميكروب باش يقتلو. إيريك في هاد اللحظه غيكون في الجلسه ديال جون وغيجبد واحد ماركيز باش يشعلو. هنا جون قال ليه باللي ممنوع التدخين في الحصه وغيدخل عنده باه وغيغوت عليه. جون طلب من بيل باش يخرج وما يدخلش بلا اذن. في النهار التالي غيهجموا ثلاثه على إيريك في البيت ديالو، ولكن غيشوفوه الحباسه اللي كيحضروا معاه الجلسات وغاديين يدابزوا معاهم وغيعاونوه. موراها غيسولهم علاش عاونوه وقالوا ليه باللي جون هو اللي وصاهم عليه، واخيرا غيحس بشي واحد كيعاونوه في الحبس، وهنا قرر باش يحضر معاهم الجلسات ولاو بحال الاخوت ولاو كيمشيو لاصال وكيتحركوا مجموعين. إيريك ولا بخير، ولكن ملي عرف شكون اللي حرش عليه قصدو غيطيف معاه وغيجبد الحبيبه القصيره وغيخسر ليه وجهه. هنا خونا خاف وقال له باولو هو اللي حرشهم عليه، قصد باولو باش يقتلو غيكون باه تماك وغيشدو، وقال له باللي انت اللي حرشتي عليا باش يقتلوني. هنا باولو عيط لخونا وخلاه يقول الحقيقه قبالته، وفاش عرف إيريك باللي باولو ما دار والو ريح معاه، وباولو قال له يحاول يتهدن وهاد المره الا تلقى ليه شي واحد يجي لعندو.
وغيمشي مع صحابو للجلسة وغيكونوا كيعلموه كيفاش يتحكم في الأعصاب ديالو. ولكن في هاد اللحظة غتدخل عليهم المديرة ديال الحبس وغيكون معاها سام، وغيتشكاو لجون من إيريك وقالوا ليه باش إلا دار شي مشكل آخر غتكون هادي آخر حصة. الغد اللي كان كيتسنى النوبة ديال الماكلة وغيجي عندو باه وغيغوت عليه على داك الشي اللي طرا. هو قال له انت آخر واحد غينصحني حيتاش حياتك كاملة دوزتيها في الحبس وخليتيني كبرت بوحدي في الزنقة. باه غيجمعها معاه بواحد المسمنة، وإيريك كان واجدو غترون بين أخطر سجين وولدو. بين ما بغاش يكمل ومشى في حاله، ولكن إيريك بقى كيستفز فيه باش يكملوا. وهنا غيجي باولو باش يفارقهم، ولكن غيضربوا إيريك وغيلوحوا من فوق السقف ديال الحبس. وكمل المطايفة مع باه حتى غيجيو الحراس وغيفرقوهم. وفاش دخلوا بين بالسيف للحبس الانفرادي بقى كيعايرهم، ولكن هما ضربوه بالماء. هو عرف باللي الحراس غيقتلوا ولده، بقى كيعيط ليه باش يطمئن عليه. جاوبوا إيريك وقال له حتى واحد ما غيقدر يقيسني. وغيمشي سام عند باولو واتفقوا باش يقتلوا إيريك. بين طلب من الحارس باش يرخف ليه المينوط على يديه شويه، وملي دخل هجم عليه وربطو في البلاصه ديالو. وغيقصد باولو رغبو باش ما يقتلش ولده. باولو جبد الموس حطو فوق الطبله وحاول باش يغدرو ويقتلو، ولكن بين بالخف غيزرب عليه وغيزرعها ليه في جنبو. إنا لله ود أحمد. في الجهه الاخرى غيكون سام مع الحراس كيضربوا إيريك وداروا ليه واحد الكورده باش يقجوه، ولكن غيدخل عليهم بين في اخر لحظه وغيهجم عليهم وغيقدر يعتق ولده. وهنا غيتصالح إيريك مع باه وغيجيو الحراس باش يديو بين الحبس اخر، وغيوصيه باه باش يدير عقلو منين يخرج من الحبس باش ما يكونش المصير ديالو بحالو. وحتى لهنايا احبابي غتكون القصه ديالنا سالات. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديما. تهلاو بسلامه.